السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات كوكا. مشاهدي الكرام، الفيديو تاع نهار اليوم وصفة البغرير ناجحة 100% من أول تجربة. قبل ما نبداو في الوصفة تاعنا حبيت نرحب بكل المشتركين الجدد اللي التحقوا بالقناة، نقول لكم مرحبا بكم جميعا. نبداو في الوصفة بسم الله على بركة الله. في ريسيبيون هنا جبت الكيلة اللي نكيل بها الدقيق، وراني رايحة نستعمل الدقيق المتوسط. عندي 2 كيلات ونصف من الدقيق المتوسط، 2 كيلات ونصف. اذا تحذف لي الفيديو هنا، ما عرفتش علاش. ليسونسيال قلت لكم 2 كيلات ونصف من الدقيق المتوسط. ضفت لهم ملعقة صغيرة من لافاني، وملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ونصف ملعقة من الكولورون الأصفر أو الملون الأصفر. وضفت لهم ملعقة كبيرة من الفارينة أو الطحين. وراح نضيف لهم هنا كيس من خميرة الحلويات، ونحرك هكذا كل المكونات مع بعضها. ونجيب حبة بيض نضيف لها حبة بيض. إذا هنا بنفس الكيلة اللي كيلت الدقيق نجيب نكيلو الماء. عندي الكيلة الأولى درت خليط بين الحليب الدافئ، نصف حليب دافئ، وكملت الكيلة تاعي بالماء الدافئ. إذا هنا وجبت ملعقة صغيرة من الملح وضفتها لهذاك الحليب والماء، وضفته هنا للخليط الدقيق تاعي. وجبت فرشيطة وخلطت المكونات هكا كما راكم تشوفوا، ونضيف الكأس الثاني من الماء الدافئ هنا، ونضيف الكأس الثالث بالتدريج. نجيب الكأس الثالث نحطه على جنب، نحركه هكا بالفرشيطة شوية هكذا كما راكم تشوفوا، باش ما يديرلناش هذوك اللي يقلوموا الحبيبات. اذا هنا وراني نضيف الكأس الثالث من الماء الدافئ مع التحريك بالبراميكسور مدة حوالي 4 دقائق من التحريك حتى نكملوا كمية الماء، أي الكأس الثالث من الماء. طبعا نبقاو هكذا نحركوا بالبراميكسور حتى تندمج مليح المكونات، يعني نعطوهم حقهم في التحريك. نغطيو البغرير تاعنا نغطيوه بقطعة قماش ونخليوه يختمر مدة 5 دقائق على الأقل، يعني 5 دقائق حتى يصبح بهذا القوام. شوفوا لما يختمر راح يزيد يثقل شوية نوعا ما، هكذا راهو جاهز باش نطيبوه. في نار متوسطة حطيت المقلاة تاعي، وحبذا يعني تختاروا المقلاة هذيك الرقيقة ماشي ديك الثقيلة. إذن هنا شوفوا هاني حطيت من الحبة الأولى يعني ينثقب ما شاء الله ويجيكم روعة. هنا هذه الحبة الثانية، قلت لكم راهو رايح ينجح معكم من الحبة الأولى، يعني يجي كامل الحبات كيف كيف، يعني شكلا ومذاقا. إذا بديت نطيب البغرير ديالي بهذا الشكل وبهذه الطريقة. نحطوا البغرير تاعنا في المقلاة، قلت لكم حبذا يعني تختاروا المقلاة هذيك الخفيفة حتساعدكم. إذا هاوليك البغرير تاعنا نطيب ونحط في القطع فوق القطعة تاع القماش، لأن القماش يعني تعرفوه يشرب لاميديتي. إذا هنا بعد ما كملت طيبت كل البغرير تاعي، شوفوا هنايا النتيجة. نحطوه بهذا الشكل الوجه مع الوجه والقفا مع القفا. إذا هنايا رحت حضرت الشربات تاعي أو السيرو ديالي. حطيت ملعقة من الزبدة وملعقة من العسيلة، وحطيت معها ملعقة من ماء الزهر، وخدمت العسيلة ديالي بهذا الشكل. إذا شربت البغرير تاعي، يعني وش نقول لكم، المذاق واللون رائع، ويعني نقول لكم شاهدكم في الجنة بيرفكتو. جربوا الوصفة. وهنا معليا غير نقول لكم اشتراك، أبوني، تفعيل وتعليق شباب كيما نتوما. نحبكم، سلام.